بحب اعمل حاجات كده. انا كنت بعمل افيهات بيها، يعني اكلم ناس زملائي في الفرقه على ان انا محمد نجم وانزلهم المسرح وبتاع وحاجات كده، واخد بالك. وبعدين يجوا يقولوا له ايه، يقول في لهم مين اللي التليفون كان والله عملتها مره في محمود الجندي. والله ايه يعني كان الجندي بيعمل روايه مع نجم، وكنت احنا بنعمل يا تحب يا تقب انا وفاروق الفيشاوي و... ومنتصر، واخد بالك. وكان الجندي هيقابلنا بالليل رايحين مشوار حاجه كده يعني، وهو كان عنده مسرحيه مع محمد نجم رايح يعملها في بيروت حاجه كده. فاحنا عايزين ما نودوش البروفه، فانا كلمته فقلت له الو يا محمود. قال لي ايوه يا حاج، هو على طول يعني. قلت له البروفه بتاعت النهارده قلت له بروفه النهارده اتلغت علشان في موضوع كده يعني. قال لي طب خلاص يا حاج، وما راحش البروفه وجالنا وبتاع. تاني يوم شويه ونجم بقى كلمه الحقيقي، قال له انت ما جيتش البروفه ليه؟ قال له الله مش انت اللي لاغيها يا حاج. فانا سامعه بقى، قال له لغيت ايه؟ هي هزار يا محمود، تعالى. والله العظيم يا عيني خد عربيته وطلع يجري. قال ايه ده بقى، هو هزار ده ولا ايه؟ قلت له طب روح شوف ايه. وهو ماشي كان لسه تليفونات العربيه موجوده كالعاده تليفون. رحت انا مكلمه قلت له الغي بقى الغي. فهو في نص السكه والله كده. كنت بقى والله ده قاعد عين الجندي، واخد بالك، والله العظيم رايح جاي في المشوار ده. لغايه ما كلمت الجندي وانا جنبه مره بقى، يعني كنا قاعدين في مكان كده وجبت تليفون بيت وبكلمه وانا جنبه. انت ما جيتش ليه لغايه ده؟ يقول له يا حاج، اقول له في دوشه عندك، يقول لي دي دوشه عندك انت. والله لا يا راجل. الله الله الله، عنده حق. صح، قالته حلو جدا، عنده حق الراجل.